مساكم الله بالخير يا رجال. طبعا شفتم وسمعتم اكيد الفيديو هذا اللي هو المدعو من القبرة اللي قاعد يسب اليمنيين ويسب ابناء اليمن، وهذا المقطع ارسل لك موقعي وارسل لك محلي ومكتبي، انت وابو يمن كلهم ودوس على وجوهكم. متى خفت انا؟ تعرف انا مين ولا ما تعرف؟ انا مربي اليمنية هنا في السعودية، اربيهم ادوس على وجوههم. اللي ما تربى زي ما سمعتم هذا. طبعا هذا في له ضحايا كثير، ظلم ناس كثير، قهر ناس كثير، بكي ناس كثير، بسبب انه اعتقد انه عنده محلات او شركه وما ادري ايش. اهم حاجه كان يستقطبهم يشتغلوا عنده، وبعدين لا يعطيهم رواتب ولا يعطيهم شيء. اول ما ينقلوا على كفاله خلاص يبدا يبتزهم، يبدا يستعبدهم استعباد. طبعا قصصه كثيره على الخاص وعلى الناس اللي تشكي وتبكي كثير. طبعا وصلتني رسائل كثيره من ناس ظلمهم هذا الشخص، لكن انا ما عاد حبيت اقول لكم هذه الرسائل، والله قصص تبكي العين. لكن في قصه صارت معي انا شخصيا، وتواصلت معه شخصيا على رقم جواله قبل 9 اشهر او 10 اشهر او كذا، حوالي السنه. جاء شخص من ابناء الحي اللي ساكن انا وهو بالتعز، نقل عليه كفاله بالغلط. اهم حاجه نقل، وكان يدور له شغل، دخل من اليمن دور شغل، فقع على هذا الشخص. هذا الشخص نقل له كفاله على حسابه اعتقد الشخصي، على حساب الموظف، وبدا يشتغل معه 4 اشهر او 5 اشهر، ما فيش رواتب من شهر لا شهر، ما يعطيه رواتب. فالولد كان هو المجموعه من العمال، ما فيش رواتب لاي واحد من العمال. فيما بعد قال له يا اخي بتجيب لي رواتب اللي بروح اشتكي. فقرروا العمال 4 أو 5 انهم يروحوا يشتكوا، فراحوا يشتكوا لوزاره العمل انه ما يعطيهمش رواتب. فالرجال قبل ما يشتكوا على طول بلغ عليهم بلاغ هروب كامل، رفع عليهم قضايا انهم اختلسوا اموال، انهم شوهوا سمعه محل، انهم دمروا تجارته، انهم مدري ايش، اهم شيء قضايا لهناك لهناك. اهم شيء داوروا هذا مدري كيف تخارج، وهذا ترحل، وهذا احتبس. بقي هذا الولد جلس 6 شهور عنده بدون رواتب، وجلس 6 شهور يدور له شغال، خائف عليه بلاغ هروب. بعد سنه من ما صار عليه اجاني قال لي يا عمر انا والله انسان كذا 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 وضعي، شي شغل. طبعا تعرفوا تدور له شغل، فالحمد لله دور له شغل، توفق بشغل. اشتغل شهرين، بدات الشركات ضايقه تشيل نقل كفاله. فاتصل لي قال لي يا عمر شو نقل كفاله؟ كيف؟ ايش فعلنا مع المدعو هذا من الجبرة الظالم المستبد هذا؟ قلت له والله خير ان شاء الله، ارسل لي رقمه بنتواصل معه. ما صار يوما عليه الا واحتبس هذا الولد، انسك ان عليه بلاغ هروب واقامته منتهيه، فدخلوه السجن. جاء على القضايا اللي عليه، انه دمر محله، وانه خسر ما ادري كم، وانه حرض عليها العمال، وانه مدري ايش، وانه مدري ايش. فحاولت اتواصل معه، شلت رقمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين؟ قلت له معاك عمر، اكلمك بخصوص موضوع الموظف حقك الفلاني فلان الفلاني. انت بصفتك من تتصل لي، وهذا مسبب لي مشاكل، ويوم واحد يتصل لي من الباحه، ويوم واحد يتصل لي من جيزان. قلت له صلي على النبي، احنا جينا نتصل لك على اساس نحل الاشكاليه. ايش فيك انت والرجال هذا، وايش اللي ينقص، وكيف عشان نحل المشكله هذه وديا؟ يعني ما اتصلت انا علشان شيء. قال لي اذا كنت تبي تحل المشكله وديا، هذا الرجال مخسر لي 25,000 ريال، جهز 25,000 ريال وبعدين اتصل لي. يعني كذا قال لي، يعني كذا. قلت له خير ان شاء الله. فتواصلت للرجال للسجن، وتواصلت مع الشركه اللي كان شغال معاها الجديده، قلت لهم الرجال يبغى 25,000 ريال منه، وكذا وكذا وكذا، وظلم وعدوان وكذا. فقالوا خلاص بالشركه احنا بندفع 10,000 يا عمر. والولد قال انا بتسلف كما بقدر، وانتم حاولوا تفرقوا للشباب اللي عندكم علشان تحلوا المشكله. الرجال يخرج يطلب الله. والله ان الولد هذا يتيم اب، ومعه امه مريضه، ومعه اخ معاق داخل البيت، وهو وحيد اسرته وشاقي على اسره، وله 1.5 سنة ضايع بسبب هذا الشخص. اهم حاجه قلنا خلاص نخلص المشكله، نعطيها 25,000. اتدبر الموضوع اعتقد كذا من هنا لهنا، دبرت 20,000. فتواصلت معه المره الثانيه على اساس ناخذ ال 20,000 جاهزه. قلت بخليه يخفض لنا 5,000. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معك عمر بخصوص موضوع الموظف حقك فلان الفلاني اللي في السجن، لو محبوس الان 4 اشهر او 3 اشهر ونص، والفلوس ما قدرنا ندبر لك 25,000، دبرنا لك 20,000، وال5,000 الله يجعلها في ميزان حسناتك وكذا وكذا. فتعال الله يسعدك، تنازل لنا عن القضيه والموضوع، بدنا تنازل على الاقل الكفاله، يروح الرجال يطلب الله على اسرته، لا سدد تاشيره ولا عمل حاجه.
قال لي 20,000 مدري ايش مدري ايش من هنا لهنا. قال لي خلاص انا برسل لك المندوب حقي. قلت له يا اخي انت اقل بتطلع للسجن وتحضر تعمل تنازل مقابل نحن نعطيك 25,000. قال ماني فاضي لك انا برسل لك مندوبي وبخليه يطلعه من السجن واعطيها التنازل انا. قلت له خير ان شاء الله خلاص اوكي. كان يوم خميس، تعال يوم الاحد نتواصل ان شاء الله في الرياض عند قسم شرطة الشويسي المكان ما محبوس هذا الولد. فتواصلت معه يوم الاحد، قال لي لا تزعجني الا لين الفلوس توصل لحسابي، لين توصل الفلوس لحسابي انا بحاول ارسل لك المندوب حقي. قلت له يا اخي كيف ارسل لك الفلوس؟ كيف كذا ضروري تجي تخرج الرجال؟ قال لي ابد ما في، لا تزعجني. سكر الخط. طبعا انا لما شفت الموضوع كذا قلت للولد قلت له صلي على النبي كذا كذا دام شئت 20,000 وانت عاد في عليك ديون سابقه وديون متاخره وديون كذا وال 20,000 هذه دين عليك وكذا وكذا. فابن الحلال ايش اللي بحكم عليك؟ قال لي والله عمر في مندوب السفاره جاني للسجن وكذا، قال احتمال يرحلونا. قلت له والله ترحلت لك انه ارحم لك من انك تدفع 20,000 وعليك الديون الاول اكثر من 20,000 وكذا وكذا وتجلس بعدين تشتغل عليك. فاترحل، جلس فقط 3 اشهر شهرين اعتقد، مندوب السفاره تابعناهم كذا كذا لين اترحل. فترحل وصل اليمن. فهذا الشخص طبعا ضحاياه كثيرة، ضحاياه كثير والله كثير، كل واحد له قصص كثيرة وصلتني قسما بالله العظيم ان انا اقراها لين اشبه بواحد ورب الكعبة يقول لي والله العظيم اني انسجنت 1.5 سنة، زور علي قضايا ولفق علي قضايا 1.5 سنة انسجنت بسببه هذا الشخص. الآن هذا الشخص ما أهان شيء يمني بس، ولا أهان اليمن كامل، أهان الجمهورية اليمنية كامل، أهان كل مواطن يمني شريف. طبعا هذا الآن في أخبار مبشرات تقول إن قضوا في سجن الملز وفي جناح 5 ما أدري، يقولون الآن في مواقع التواصل الاجتماعي شفت منشور يقولون الحمد لله قد انسجن. نشتكيكم بس تكون هذه الآن القضية صارت قضية رأي عام، قضية رأي عام، قضية دولة، قضية لازم كل يمني يوقف. الآن هذا الشخص هو نسي انه بداخل المملكة العربية السعودية بلاد الامن والامان والقانون والنظام، وفي عهد الملك سلمان الحازم، سلمان سيفين قص. هذا الشخص والله انك تحاكم، والله انك تحاكم، واذا ما تحاكمت اليوم بتحاكم بكره وبعدين. يعلم الله طبعا هو ظلم ناس كثير، يعلم الله ايش من دعوة هذه دعوة مظلوم، دعوة مظلومة جاءت نبشت عليها الماضي كله والحاضر كله. نتمنى من السفارة انها تتابع الموضوع بجدية وتحسن موضوعها وتسجلها موقف مشرف مع هذا الشخص، وتحاول تبذل اقصى ما عنده وابذل ما عنده واوسع ما عنده في ردع هذا الشخص اللي ينال جزاؤه. انتشر هاشتاج بعنوان يمني ينتحل شخصية سعودي ليبتز أبناء جلدته. أتمنى التفاعل مع هذا الهاشتاج والنشر على في التويتر في الفيسبوك في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.